أصدقاء وأحباء في الله، ازيكم عاملين؟ نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب. فيديو قصير جميل خفيف لذيذ. نصلي على رسول الله في الأول كده، يا ريت نصلي على رسول الله في التعليقات ونكتب كومنت كده نذكر في الله ونستغفر في ربنا. مش عايز أكتر من كده. الفيديو النهاردة بعنوان ازاي نجوز الذكر الحمام للنتاية، حتى لو نشيلناه من على نتاية في نفس الوقت نجوزه على طول. ادي الذكر عنتر وادي النتاية مش لسه الدكر ده فكينه من على النتاية حالا. لازم نحط كل الدكر في باب والنتاية باب في وش بعض زي كده، يبقوا شايفين بعض، الاكل جنب بعض، يبقوا شايفين بعض من ناحيتين. ونحط لهم تحديد، نحط للنتاية تحديد، وفي نفس الوقت نجيب هيسلينيوم اهو. هحطه معاكم دلوقتي للحمام كله، انا امسق بيه الحمام وامسق بيه كمان للنتاية اهو. ولونه اخضر كده بس هو كويس بصراحة اهو. تحس ان هو عامل زي الصابون السائل، بس ما تقلقوش يعني، هو ما فيهوش حاجه، هو كويس بصراحه اهو. اهو نمسح بيه الحمام ونحطه قدامكم كمان للحمام يشربوا منه. وطبعا الحمام لازم يبقى على العطش، يعني انا معطش الحمام اهو. معلش عشان ماسك التليفون بايد واحده والايد التانية، حقكم عليا اهو. نحط الحمام كده اهو ونمسح بيه الحمام كله. بس لو في حمام تحتيه حصو وقاعد على الحصو يا ريت ما نحطلوش. هو كويس وكل حاجه، بس عشان خاطر ده بيساعد على التخصيب، خلي الذكر متحفز ان هو يخصب النتايه، والنتايه اللي هي يساعدها برضو كان هي تكون عنقود البيض بتاعها وكالسيوم للحمام وفيتامين ه للحمام. فده كويس يعني، مفيد برضو وكويس. والنتايه اهي اللي كانت مع الذكر الاسطوريه لو فاكرينها، نديها للذكر الشعل ده برضو، حطيناها في باب في وشه. هما الاتنين حطينا لنا النتايه تحديق تحديق في الطاجن اهو. وهنسيبها كده ايه 3 4 ايام، وهنجوز يوم اللي هنجوز فيه الدكر ده والنتاية دي، هنجوز في الدكر والنتاية دي، رغم ان الدكر ده شاب كان الدكر ده اشتغل. وبس ده كان فيديو النهاردة، ويا ريت تصلوا على الرسول في الكومنتات، تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انا فدتكم. اخوكم في الله الونش.